تعال شوف مراتك عملت ايه، دي كسفتني قدام خالاتك وولادهم، دول بيقولولي هي مرات ابنك دماغها على قدها ولا ايه. أدهم سمع كلام أمه وهو مقهور من كلامها، قفل معاها التليفون وقرر يروح يشوف مراته بسرعة ويلحق الخناقة قبل ما تحصل. هو عارف إن مسك مش هتتحمل أي خناق، مش عارف إزاي يقنع أمه بظروف مراته. مسك مش مجنونة، هي بس ظروفها كده، وهو بيحبها وشايفها أحسن واحدة في الدنيا، بس أمه للأسف مش قادرة تتقبل ظروفها نهائي، وممكن برضو أي أم مكانها ما تتقبلش، وكل ده بسبب عاداتنا وتقاليدنا المزيفة. بس اللي حصل بعد كده قلب كل موازين حياتهم، وفجأة مسك اتحولت من شخص منبوذ في العيلة لبطلة الكل بيحبها، وكل ده بسبب اللي حصل واللي هي عملته. ازيكم يا أحلى عيلة في الدنيا، عيلة مروة عزام، وحشتوني جدا يا حبايبي، يا رب تكونوا كلكم بألف خير وصحة. قصة النهاردة مهمة جدا ومختلفة جدا جدا، ما ينفعش أبدا حد يفوتها، قصة ملهمة وفيها معاني كتير عظيمة. وبشكر طبعا فريق العمل المميز، الكاتبة شروق أحمد، والفويس أوفر فاطمة سيد وحسناء خضري. طبعا دلوقتي كلكم عايزين تعرفوا مسك مالها وإيه اللي فيها. بصراحة عندكم حق، تعالوا بسرعة نسمع الحكاية مع بعض من أولها، يلا بينا. الحكاية بدأت من سنين، وقتها أدهم كان شاب عازب وعنده 28 سنة، من أسرة ميسورة، فتح كافيه قدام جنينة ورا كلية نظم ومعلومات. ويوم افتتاح الكافيه كان أول يوم دراسة. عدت الأيام وأدهم بيفتح الكافيه بتاعه بنفسه من الصبح بدري، لكن لاحظ بنت بتيجي كل يوم تاخد قهوتها وما بتقعدش في الكافيه جوه، بتقعد بس في الجنينة اللي قدامه، وبتفتح اللابتوب وتفضل باصة فيه بالساعات. أدهم كان مستغرب ليه البنت دي مش بتقعد أبدا في الكافيه، لدرجة إنه سأل صاحبه عمر اللي شغال معاه. أنا مستغرب ليه مش بتشرب قهوتها هنا في الكافيه زي كل الطلبة، دايما تاخد قهوتها وتمشي وعمرها ما قعدت هنا. وانت مركز معاها كده ليه يا عم؟ ما هي حرة تشرب هنا ولا بره عادي. لا أنا بس حابب أفهم، يعني لو في حاجة مضايقاها في المكان وكده. عايز تفهم؟ انت معجب بيها يا أدهم، باين عليك على فكرة. كلمها يا ابني طالما انت واقع قوي كده. دايما قفشني كده. بصراحة عاوز أكلمها بس مش عارف أبدأ منين. بسيطة، لما تيجي تاخد القهوة اتكلم معها وخلاص، بس أنا خايفة أضايقها أو تفهمني غلط. ليه بس؟ أنا مش بقولك عكسها، اسألها بس ليه مش بتقعد هنا. تاني يوم في نفس الميعاد اللي بتيجي فيه قرر أدهم يقدم لها القهوة بنفسه ويتكلم معاها. صباح الخير، قهوتك اهي. شكرا. قبل ما تمشي قال لها لو سمحتي، هو أنا ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل. انتي كل يوم بتيجي بس عمرك ما قعدتي تشربي قهوتك هنا، أتمنى مفيش حاجة تكون مضايقاكي من المكان. لا خالص، أنا باجي كل يوم علشان القهوة هنا حلوة، بس ما بقعدش عشان مش بحب الزحمة، بحب أقعد لوحدي. ما تحاسبيش على قهوتك النهاردة، دي فور فري لأنك زبونة مميزة. شكرا. قبل ما تخرج سألها ممكن آخر سؤال، اسمك ايه؟ اسمي مسك. ابتسمت وخدت قهوتها وخرجت. أول ما عدت من باب المحل حطت سماعات كبيرة على ودنها زي كل يوم، ورجعت قعدت تاني في نفس المكان. وفضلت مسك تيجي كل يوم وتاخد قهوتها، ومواعيدها بتختلف حسب محاضراتها، وكل مرة أدهم يسألها عن حالها وهي ترد بابتسامة رقيقة وتقول الحمد لله. وأدهم كان بيراقبها من بعيد لحد آخر يوم في امتحانات الترم. أدهم كان عارف إن الترم خلص. أول ما جت مسك ازيك يا مسك؟ الحمد لله كويسة. هتيجي في الأجازة؟ لا، هسافر عند جدي. طب أنا عامل سحب على جايزة، ممكن تشاركي؟ إيه الجايزة؟ حفلة مجانية في الكافيه، اللي يكسب يقدر يحجز المكان في يوم مميز في حياته ويعمل حفلة هنا على حساب المكان. لو كسبت ينفع أدي الحفلة لحد عزيز عليا؟ طبعا تقدري. تمام، هشارك. اكتبي اسمك ورقمك في ورقة وحطيها في الصندوق. كتبت اسمها ورقمها وشكرته ومشيت. أول ما مشيت عمر ضحك
فكرة جهنمية عشان تاخد الرقم يا ابن الايه. بس اخرتها ايه؟ انا بقيت مجنون بيها يا عمر. ازاي هقعد الاجازة من غير ما اشوفها؟ اعترف لها انك بتحبها. مستني ايه؟ لازم اعمل كده فعلا، مع اني خايف شوية. انت وسيم وناجح، عريس لقطة لأي بنت. جمد قلبك وكلمها. هعمل كده اول ما ترجع. وبدأت الأجازة وأدهم كان مفتقد مسك جدا، فقرر يكلمها ويعمل المسابقة حاجة. اتصل بيها. صباح الخير يا مسك. مين؟ انا ادهم، مفتقدينك في الكافيه. وأنا كمان مش عارفة أشرب قهوة حلوة. على فكرة انتي كسبتي في السحب. طيب حلو، ههدي اليوم ده لحد من أصحابي. انتي لسه مش عاوزة خالص تقعدي في الكافيه؟ أكيد هقعد في يوم يكون مش زحمة. اتكلم معاها شوية وقفل وهو مبسوط جدا. اتبسط إنه سمع صوتها. وفي نفس اليوم وهو بيتعشى مع والدته. مش هتتجوز بقى يا أدهم؟ كنت مستني البنت اللي تخطف قلبي وأقول هي دي. هو يا ترى لقيتها؟ تقريبا. طب يلا، خير البر عاجله. استعجل، من يوم سفر أختك بره وأنا نفسي أجوزك وأشيل عيالك. أنا لسه ما قلتلهاش حاجة ومعرفش هيكون رأيها إيه. يبقى تفتحها علشان تعرف. لو مشاعرها ميالة لك يبقى نتوكل على الله، ولو لأ تبقى عرفت وتدور على غيرها. أنا نفسي أفرح بيك وأجوزك بنت زي القمر، بنت كده على الفرازة. إن شاء الله يا أمي، ادعيلي انتي بس. واستمر كلامهم شوية حوالين الموضوع، ودخل أدهم ينام وهو واخد قرار إنه يفتح مسك أول ما ترجع ويعترف لها بحبه. عدت عليه فترة الأجازة بصعوبة لحد ما الدراسة رجعت، وأول يوم كان متشيك قوي ونازل بدري، عينه مش مفارقة مدخل الكافيه لحد ما طلت عليه مسك وردت فيه الروح تاني. قربت وقالت بابتسامة خفيفة: صباح الخير، فاكر قهوتي كانت ايه؟ ده أحلى صباح من أيام كتير قوي. هو طبعا فاكر قهوتك. ابتسمت مسك وهو طلب من عمر يجهز قهوتها بنفسه. كنت مستنيكي ترجعي. خير، كنت عاوز مني حاجة؟ مسك، أنا كنت عايزة أتكلم معاكي شوية. ينفع بعد الكلية تيجي تقعدي معايا هنا في الكافيه؟ ممكن، بس مش هنا. بعد الكلية بذاكر شوية في الجنينة اللي هناك دي، ممكن تيجي ونتكلم. تمام، زي ما تحبي. وكالعادة حطت السماعات على ودنها وأخدت القهوة ومشيت. قرب منه عمر أول ما خرجت. انت قررت خلاص؟ ايوه خلاص، انا عاوز اتجوز البنت دي. انت محتاج تتعرف عليها شوية الاول. البنت فعلا جميلة ولطيفة قوي، لكن غريبة شوية. غريبة ازاي يعني السماعات الكبيرة اللي دايما لابساها دي والجوانتي اللي مش بتقلعه من ايديها، ده غير انها دايما لوحدها. قليل جدا لو شفتها واقفة تتكلم مع حد. التفاصيل الخاصة دي مش هتفرق معايا. الساعات كانت مش راضية تعدي، وأدهم عينيه على الساعة طول الوقت ومستني مسك تطلع عشان يقابلها في الجنينة. وأول ما شافها راحت لنفس المكان وقعدت، جاب قهوتين وراح لها، سلم وقعد وهي شكرته على القهوة وبدأ كلامه: ممكن أتعرف عليكي أكتر؟ مش عاوزك تستغربي، أنا هفهمك كل حاجة، بس حابب أقرب منك. عاوز تعرف إيه وليه؟ مش هكدب عليكي، أنا من ساعة ما شفتك وأنا معجب بيكي جدا، وبستنى كل يوم أشوفك. ولما غبتي وقت الأجازة حسيت قد إيه وجودك بيفرق معايا. ابتسمت وبصت في الأرض بتوتر. مشاعرك شيء جميل قوي، بس انت ما تعرفش حاجة عني. ما أنا عاوز أعرف. أنتي أرق وأجمل بنت شفتها، بس ليه دايما لوحدك؟ يعني ليه عندك روتين ثابت كده؟ ليه مش بتقعدي في الكافيه؟ أكمل لك أنا باقي الأسئلة اللي الناس بتحب تسألها. ليه لابسة سماعات وليه لابسة جوانتي؟ أنتي عجباني زي ما أنتي، أنا بس بحاول أفهم شخصيتك. ليه بحس إنك بتبعدي عن الناس؟ أنا مش ببعد عن الناس، أنا بحاول أكون جزء منهم، بس ما بقدرش أعمل ده لوقت طويل، فبحب اللي يحترم مشكلتي. مشكلتي؟ بصي يا أدهم، أنا عندي توحد، يمكن ما يبانش عليا وأكون شبه أي شخص طبيعي، بس عندي مشكلة حسية. الأصوات العالية بتتعبني جدا وبتشتتني، وعشان كده بلبس السماعات العازلة للصوت، وأحيانا بسمع قرآن عشان بيهديني. وكمان عندي أصحاب، بس ما بقدرش أكون معاهم وقت طويل، بحس إن طاقتي بتخلص، فبحب أقعد لوحدي، وعشان كده بذاكر هنا مش في البيت. ليه مش في البيت؟ عشان عندي اخوات صغيرين، ولما بيعيطوا صوتهم بيوقف تفكيري تماما،
ولو عاوز تعرف ليه لابسة جوانتي فده عشان عندي حساسية من اللمس، في حاجات من ملمسها بيضايقني. الحواس عندي أعلى، بس أنا مش مجنونة ولا مريضة، أنا بس مختلفة شوية. سكت أدهم لحظة وبعدها قال لها: كل ده مش مهم يا مسك، اختلافك جميل وأنا عاوز ارتبط بيكي. بلاش تندفع، ممكن تتأذي وتأذيني معاك. أنا واثق من مشاعري، وأنا عاوزة أكون في أمان، مش عاوزة أكون عبء على حد ولا أتعلق بحد يكتشف بعدين إنه مش قادر يتأقلم مع طبيعتي. عشان كده لازم نفكر كويس. انتي طبيعية زي أي حد، ولو ما قلتيش إن عندك توحد عمري ما كنت هعرف. بس هل هتقدر تحترم ده طول العمر؟ ولو انت قدرت، أهلك هيقدروا؟ أهلي يهمهم راحتي، وأنا مش هكون مبسوط مع أي حد غيرك. هديك أسبوع تفكر في كل اللي قلته، ولو لقيت نفسك متمسك بيا أنا هكون موافقة، بس لازم تكون عارف شوية حاجات عشان تاخد قرار مظبوط. أنا من أسرة متوسطة وبسيطة، عايشة في مكان شعبي، والدي موظف في الحي وأمي ست بيت. ولو إني متأكد من موقفي بس هريحك، لكن بشرط. شرط إيه؟ تعدي عادي كل يوم، اوعي تحرميني إني أشوفك. متفقين. ولأن أدهم انغرم بمسك قرر يستغل الأسبوع ده ويكلم أهله عن مسك عشان ما يضيعش وقت خالص. أنا أخيرا قررت أخطب البنت اللي كلمتكم عنها، اجهزوا بقى علشان بعد أسبوع هنروح نطلبها من أهلها. فرحت أمه وأخدته بالحضن. ده يوم المنى، ده أنا الفرحة مش سايعاني يا ابني، خد ميعاد من والدها ونروح على طول. وبعد مرور الأسبوع أدهم اتصل بمسك أول ما وصل الكافيه. الأسبوع خلص وأنا عندي رأي أكتر من الأول كمان، ومحتاج ميعاد من والدك في أسرع وقت. صباح الخير الأول. ما جيتيش ليه؟ النهاردة ما عنديش محاضرات. طب هاتي رقم باباكي. هبعتلك الرقم وعنوان شغله. أول ما وصل له الرقم اتصل عليه، عرف نفسه وطلب مقابلة الأستاذ محمد والد مسك، واتفقوا على مقابلة بعد الشغل بتاع والدها، وراح له أدهم بسرعة وقبل الميعاد. أنا زي ما شرحت لحضرتك ظروفي، وهكون أسعد إنسان في الدنيا لو حضرتك وافقت تجوزني مسك، وكل طلباتك مجابة. لكن مسك بنتي عندها ظروف خاصة، يا ترى عرفتها؟ أيوة، وما عنديش أي مشكلة. اتفق والدها معاه إنه هيسأل عليه ويرجع يكلمه. وعدى بعدها كام يوم على أدهم، كان قلقان فيهم جدا لحد ما كلم والد مسك تاني وقال له إنه يقدر يزورهم مع أهله. رجع وهو طاير من الفرحة، بلغ والده ووالدته. بكرة هنروح نطلب مسك. كانت مفاجأة سعيدة للعيلة. وتاني يوم راحوا البيت أهلها، ورغم بساطة البيت إلا إن الاستقبال كان كريم جدا. قالت والدة أدهم: بما إن الولاد اتعرفوا على بعض وحضرتك سألت علينا، وإحنا واثقين من اختيارات أدهم، والعروسة ما شاء الله قمر 14، يبقى نتفق ونقرأ الفاتحة، وخير البر عاجله. اتفقوا على كل حاجة لحد ما اتكلموا على الخطوبة. أنا شايفة إن مفيش داعي أبدا لأي حفلة كبيرة، ممكن نعمل حفلة عائلية بعدد ناس بسيط جدا ونشغل بس موسيقى هادية. أدهم وافق على كلامها فورا، لكن أمه وأبوه ما كانوش مبسوطين. أول ما خرجوا وركبوا عربيتهم: يعني إيه ما نعملش خطوبة في مكان كبير ونفرح بيك؟ لو على المصاريف إحنا نشيلها، بس أنت ابني الوحيد وعاوز أفرح بيك. يا ماما البهرجة دي بقت أوفر وبيئة، وكل الناس الراقية بيعملوا حفلات بسيطة وهادية. بعد كلام كتير وافقت والدته بصعوبة، وكان أدهم ومسك بيعيشوا أحلى أيام حياتهم. بقوا يقعدوا كل يوم في الجنينة ويتكلموا، وراحوا جابوا الشبكة لوحدهم كمان وفي هدوء شديد جدا. رجعت مسك بشبكتها وقالت لأدهم: شكرا على اليوم الحلو ده، انتي أحلى حاجة في اليوم وفي حياتي كلها. وأخيرا جه يوم الخطوبة. وصلوا البيت العروسة أدهم وأهله، وأهل مسك كانوا في انتظارهم، لكن مع وجود أطفال كتير وشوية مراهقين من العيلتين بدأوا يعلوا صوت السماعات ويشغلوا أغاني عالية. وقتها مسك دخلت أوضتها بسرعة وقفلت الباب، وكانت في حالة مش طبيعية. أدهم حاول يتصرف وطلب منهم يكونوا هادين أكتر من كده ويشغلوا الموسيقى الهادية تاني. وقتها خرجوا وهم متضايقين، وكمان والدة أدهم كانت متضايقة جدا من موقف مسك. بعد دقايق مسك خرجت وهي لابسة السماعات وكملت الحفلة، وكانت لطيفة جدا. بعد ما أدهم وأهله روحوا ومامته دخلت له أوضته. إيه حكاية البنت دي؟ إزاي تتصرف بقلة ذوق كده وتدخل وتسيب الناس لمجرد إن ابن خالتك شغل أغنية مش عاجباه؟
وازاي تخرج لابسة سماعة؟ هي ايه، مش عاوزة تسمع صوتنا؟ لا يا ماما لا، الحكاية مش كده خالص، هي بس بتتوتر من الصوت العالي، علشان كده دخلت لبست السماعة. يعني ايه بتتوتر؟ انا حاسة ان البت دي تصرفاتها غريبة. انت متأكد من اختيارك ده؟ ايوه يا ماما، مسك رقيقة وحساسة قوي، بكرة لما تعرفيها كويس هتحبيها قوي. سابته أمه وهي حاسة إن في حاجة غلط. راحت تاني يوم وطلبت من ابن أختها يروح عند الكلية بتاعت مسك ويسأل عليها زمايلها ويسأل عن أهلها في منطقتهم. كانت عاوزة تتأكد بس إنها بنت كويسة فعلا. تاني يوم راح ابن خالته للكلية والمنطقة بتاعتهم، ورجع قال لخالته: مش هتصدقي عرفت ايه عن خطيبة أدهم. ايه، قول بسرعة. عرفت ان عندها توحد، ولما رحت منطقتهم قالولي ان هي وصغيرة أهلها كانوا بيودوها أماكن للتأهيل لحد ما بقت كده طبيعية. وقتها ملامح وشها اتغيرت وجريت على موبايلها، اتصلت على مسك في الوقت اللي كانت فيه مع أدهم في الكافيه. ردت عليها مسك وهي بتقول لأدهم: دي طنط والدتك. ألو، ازيك يا طنط؟ أنا كويسة يا مسك، بس عندي عتاب عليكي. ليه بس يا طنط، أنا عملت إيه؟ من الأصول يا حبيبتي إنك لما تكوني مريضة بمرض معين، وخصوصا لو ممكن يتورث لولاد ابني، إنك تكوني صريحة معانا، ما تخبيش يعني إن عندك توحد. أدهم لاحظ ملامح مسك وهي بتتحول للصدمة والزعل، وهو مش فاهم مامته بتقولها إيه. ردت عليها مسك: أنا ما خبيتش مرضي، أدهم عارف وأنا معرفش إنه ما قالكيش. أنا أسفة، حضرتك لومي على ابنك مش عليا. بدأت بعدها تتوتر وقفلت الموبايل وقالت لأدهم اللي لسه يدوب بيسألها: إيه في إيه؟ أنت ليه ما قلتش لأهلك حقيقة مرضي؟ أنا مش شايف إن عندك أي مرض، وبعدين ده شيء يخصني أنا، وأنا موافق ومبسوط. كنت المفروض تقول لهم عشان تحميني من موقف زي ده. وقبل ما يرد عليها لبست مسك السماعات وخرجت، وأدهم خرج يجري وراها، لكنها دخلت الكلية وهي بتعيط. أدهم رجع على البيت وهو شايط من غضبه وقال لأمه: انت ليه بتعملي كده؟ انت معمي بحب البنت دي، فكر في ولادك، ايه ذنبهم؟ كده فرصهم انهم يتصابوا بالتوحد عالية جدا. انا مش عاوز ولاد، انا عاوز البنت دي، انا لو ما اتجوزتهاش عمري ما هسامحك ابدا. يا ابني انت زي الفل والف بنت تتمناك، ليه تاخد واحدة مريضة وتعاني معاها طول عمرك؟ انا مش هوافقك على اللي في دماغك ده ابدا، وانا لو ما اتجوزتش البنت دي ههاجر امريكا ومش هرجع تاني حكاية الهجرة دي. سابها ومشي وكان حزين جدا. رجع ووقف ينتظر خروج مسك من الكلية عشان يعتذر لها، وكان بيتصل عليها وهي مش بترد. انتظر خروجها لكنها ما خرجتش لحد ما شاف بنت من صحباتها اللي كانوا معاها يوم الخطوبة. وقفها: لو سمحتي، مش انتي سارة صاحبة مسك اللي كنتي موجودة يوم الخطوبة؟ ايوه، ازيك يا أدهم؟ انا بخير. هي ما خرجتش ليه؟ لا، هي مشيت، ما حضرتش المحاضرة، قالت انها تعبانة وروحت. جري أدهم على بيت مسك وطلب يشوفها. أم مسك دخلته وخبطت على أوضتها. فتحت مسك الباب وبصت لأدهم في سكات. احنا لازم نتكلم. اتفضل. مش هينفع هنا، تعالي نخرج. وبعد إقناع وافقت تخرج معاه، بس كانت ساكتة طول الوقت. مسك، أنا مش عاوز كلام أمي يبوظ فرحتنا. أمي ست على الفطرة وما تعرفش حاجة، وأنا راجل وشايل مسؤولية نفسي. أرضي أمي لكن أمي تختار لي شريكة حياتي لأ. أنا مستعد أخدك ونسافر برا مصر ونعيش لوحدنا خالص. أنا مش عاوز أبعد عن أهلي. خلاص يبقى ما نبعدش، نفضل هنا، وكده كده احنا هنعيش في بيت مستقل ومحدش ليه دخل في حياتنا. أنا مش عاوزة أخسرك مامتك أو أعملك مشكلة مع أهلك. أمي هتقبل، ولما تفهم إن نسبتك من التوحد طفيفة جدا ومش هتأثر على حياتنا مش هيكون عندها وجه اعتراض أبدا. على الأقل اديني فرصة أفهمها. مسك كانت في موقف صعب جدا، بين إنها بتحب أدهم وبين شعورها بالإهانة من كلام أمه. وعدى وقت والدنيا مش أحسن حاجة بين أدهم وعيلته، ومع زعله وضغطه على أمه اضطرت توافق عشان حست إنها تخسره لو فضلت معاندة معاه. لكن موافقتها كانت غصب عنها، خافت إنه يروح ويجيب شقة بره فعلا ويبعد عنها. فوافقت بمسك وأقنعتهم يتجوزوا في شقة أدهم اللي في بيت باباه لحد ما تم الجواز. وفرحهم كان بالنسبة لأم أدهم يوم حزين جدا، مجرد حفلة صغيرة جدا ما فيهاش رقص ولا مطربين ولا حاجة غير مزيكا هادية ملهاش أي طعم. ده غير العروسة اللي طول الوقت متوترة. ودخلت مسك بيت عيلة أدهم،
حياتها الزوجية مع أدهم كانت هادية، وهو كان مقدر كل ظروفها وعارف يتعامل معاها كويس. بس والدته كانت دايما بتفتعل المشاكل مع مسك بسبب تصرفاتها اللي مش عجباها، ووصلت إنها بقت تتريق عليها. بس أدهم كان بيقف لها دايما. ماما من فضلك أي حاجة تمس مراتي تمسني أنا، وهي عجباني كده، فبلاش تضايقيها، تمام؟ هي دي الزوجة اللي تمسكت بيها قوي؟ دي ما بتعرفش تتعامل مع حد وبتغرق في شبر مية. عجباني ومش شايف غيرها، يكفي إنها بتعرف تتعامل معايا أنا. وفضل أدهم يقف لأمه ويدافع عن مسك ويحميها لحد ما جه اليوم اللي حصلت فيه المشكلة الحقيقية. كانت مسك قاعدة مع والد أدهم وفجأة الباب خبط. فتحت حماتها عشان تلاقي اخواتها بعيالهم الكتير جدا، وفيهم أطفال بتعيط بصوت عالي. أول ما دخلوا بعدد كبير البيت، مسك بدأت تتوتر جدا وتتعب. تعالي سلمي على الضيوف يا مسك. مسك جريت من قدامه مع الأوضة وهي حاطة ايديها على ودنها من الصوت. كان صوت دوشتهم عالي جدا، وقفلت الباب وكانت متوترة. حطت السماعات وقعدت على السرير، ما سمعتش حتى خبطهم عليها. وبعد ما هديت طلعت تجري على شقتها وما كلمتش حد. فضلوا الضيوف يضحكوا ويتريقوا. بقى دي مرات ابنك مالها جريت كده أول ما شافتنا؟ هي مجنونة يا أختي ولا إيه؟ بعد ما خدوا قعدتهم اتصلت أم أدهم بيه وصرخت فيه وهي بتقول: مراتك دي أنا مش عاوزاها في البيت، يا أنا يا هي. رجع أدهم بسرعة وحاول يهدي أمه ويفهم اللي حصل، لكن هي بعد ما حكت له صممت على كلامها. يا تطلقها يا تطلع بيها من البيت، أنا مش عاوزة فضايح قدام الناس. هطلع من البيت، اديني بس مهلة لحد آخر الشهر أكون شفت شقة. بقى كده هتسيبنا وتروح معاها؟ أيوة، دي مراتي وأمانة في رقبتي، وأنا ما أقدرش أعيش من غيرها. طلع أدهم وكان مبسوط لما لقى مسك ما سمعتش كلام أمه بسبب السماعات اللي هي كانت حطاها، وقال لها إنهم هيمشوا ويعيشوا لوحدهم عشان هي تكون مرتاحة. مسك فرحت جدا بقراره. وخلال الفترة دي مامة أدهم كانت متضايقة جدا من مسك، وقالت لها ما تنزلش تاني عندهم لحد ما غادة أخت أدهم رجعت من السفر ومعها ابنها الصغير، وبلغت أمها إنها تستقر خلاص في مصر. وعلى قد فرحتهم برجوع غادة، على قد زعلهم وقلقهم على ابنها الصغير اللي كان متأخر جدا في الكلام وكان عصبي جدا وبيصرخ طول الوقت. وفي يوم كان في عمال شغالين في البيت وعاملين أصوات مزعجة جدا، والولد كان عمال يصرخ جامد وعمال يترمي في الأرض، وكلهم عاجزين عن التصرف معاه لدرجة إن غادة قررت تاخده المستشفى. في الوقت ده كانت مسك راجعة من بره وشافت سلوك سيف، قربت منه وخلعت سماعتها ولبستها له. وقتها سيف هدي وقعد ساكت. بصت له مسك شوية وكانت بتلاحظ تصرفاته، كان بيعض في ايديه. وقتها طلعت ميدالية سيليكون من شنطتها، مدتها له وحطتها عند بقه. بدأ يعضها وشالته، فراح نام على كتفها. بعد ما نام اديته لأمه. لما يكون في دوشة لبسيه سماعة زي دي، لأن الصوت العالي بيتعبه جدا. تقصدي ايه؟ سيف عنده سمات توحد، ممكن تكشفي عليه وتتأكدي. قالت كده وطلعت فوق، وحماتها قالت بصوت عالي: هقطع لسانك، ابن بنتي زي الفل. نفس اليوم راحوا غادة وامها للدكتور، شخص سيف اضطراب طيف توحد. رجعوا هما منهارين. طلعت غادة تخبط على مسك. أنا محتاجالك. اتفضلي. ممكن أسألك سؤال؟ ازاي عندك توحد وبتتكلمي وتعلمتي وكويسة ما شاء الله؟ أهلك يعني علموكي وعملوا ايه معاكي يعني علشان أعمله مع ابني؟ فضلت مسك تشرح لغادة وتوجهها، وغادة طلبت منها تبقى معاهم تحت لأنها هتعرف تتعامل معاها أحسن منها. لكن يا غادة مامتك طلبت مني منزلش تحت أبدا. غادة صممت وطلعت أمها تاخد مسك بنفسها، وفعلا ساعدتهم جدا في التعامل مع سيف، وكان بيحبها جدا وبيهدى معاها أكتر من أمه. مامة أدهم مع الوقت حست بالندم لما شافت معاملة مسك مع سيف، وقد إيه هي طيبة جدا وما رفضتش تساعدهم بعد كل إهانات حماتها. وتحسنت علاقتهم جدا، وبطلت مامة أدهم تضايق مسك لحد يوم ما دخل عليهم أدهم وقال لأمه: بكرة هنمشي أنا ومسك. وقتها غادة قالت لأدهم: ليه يا أدهم؟ أنا مش هعرف أعمل حاجة من غيرها. ملوش لازمة الكلام يا غادة. أم أدهم قالت وهي حزينة: لا يا أدهم ما تمشيش يا ابني، أنا غلطانة، ما كنتش أعرف مسك كويس. بعدها قربت من مسك وقالت: انت طيبة قوي يا مسك وبنت ناس، وأنا أذيتك كتير، حقك عليا، خليكوا معايا. أنا اتعودت على مسك وفهمتها، وربنا اداني علامة في ابن أختك يا أدهم. سامحيني يا بنتي وخليكي معايا، ده أنا حبيتك زي بنتي.
مسامحاك يا ماما، أنا كمان ما بقتش أقدر أعيش من غير سيف، ولا إيه يا أدهم؟ ربنا يخليكوا ليا كلكم. وبكده تكون خلصت قصة النهاردة اللي اتعلمنا إن ربنا خلقنا مختلفين عشان نكمل بعض، مش عشان نعتبر إن أي مختلف عننا بيكون درجة تانية، وإن الاختلاف تميز مش نقص. ويا رب تكون القصة عجبتكم. بحبكم قوي، مروة عزام.